وأبو جعفر المنصور المتوفى سنة 158 للهجرة هو يفكيس أكا توجيه الإمام مالك باش يخدم الموطأ. إلى خدم الكتاب اجمع ذيك أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إن ياس تجنب شدائد عبد الله بن عمر ورخص عبد الله بن عباس وشوارد عبد الله بن مسعود. شوف هاد لوريونتاسيون سمحتي كما ترى في الزمن هذا يجي البروموتور لونكادرور واحد يخير بعنوان تاع بحث في اي تخصص، عندك لونكادرور يؤطرك يقول لك دير هاك دير هاك من تتبحث هو يوجهك. لونكادرور واش يدير البروموتور؟ ما يديرلكش كلش، انما يوجهك من الناحيه المنهجيه في لا ميثودولوجي وكذا. هذا الذي داروا جعفر المنصور. جاء ابو جعفر المنصور قال له تجنب، يعني اجمع السنه، خدم كتاب حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان يستجنب شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس وشوارد ابن مسعود. بعد شو سينا واقصد الى اواسط الامور، واقصد الى اواسط الامور. طبعا وخير الامور اوسطها كذلك جعلناكم امه وسطا وما اجتمع اليه الائمه والصحابه، وما اجتمع اليه الائمه والصحابه. وبعدين الى اخره. وبعدين ننشر هذا الكتاب في الامصار. تعرفوا الموقف الامام مالك طبعا يعتذر إن يسو الزمير غارة يوثن كتاب ثلاثة مغنك وتلزم بها الأمة. لا، يسين الصحابة قد تفرقوا في الأمصار. الصحابة رفذن سيل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم شو يرفذ، وتفرقوا في الأمصار وكل يوم يبوي للعلم أماكن زرع من الأحاديث. في كل مجلس النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحاديث، اللي حضروا سمعوا، اللي ما حضروش ما سمعوش. طبعا يتناقلون الأحاديث بيقين، ولكن كل يوم شو درجة الحفظ ينس درجة ليس كذلك. ولكن الإمام مالك يعتذر بأدب إن يسوزمي غير الكتابة تلزم به الأمة والصحابة قد تفرقوا في الأمصار. وطبعا هو كان أدب من الإمام مالك. المهم وطأ هذا الموطأ، يخدم الموطأ. والموطأ هو كتاب حديث وكتاب فقه وأدب، يعني هو جامع بين الفقه والحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الأدب.